المشاهد اللي قدامك دي مشاهد حقيقية ومش متصورة من فيلم أو مسلسل. لأ، ده بجد وموجود معانا على أرض الواقع. والصور دي بترجع لواحدة من المتاحف الغريبة واللي ممكن يعتبرها البعض منكم مرعبة، وهي موجودة في مستشفى القصر العيني بالقاهرة. والمتحف ده هتحس فيه بمزيج من الخوف والرعب والغرابة، وده اللي خلاه يتصنف كأغرب متحف في العالم. وقبل ما نتعرف على المتحف الغريب ده، تعالوا بس الأول نتكلم عن صاحب فكرة المتحف، وهو نجيب محفوظ. لا مش ده، هو ليه علاقة بس اللي نقصده هو الدكتور نجيب محفوظ. ونيجي لسنة 1911 لما والدة الأديب والكاتب الكبير نجيب محفوظ كانت ولادتها متعسرة جدا وصعبة لدرجة ما يعلمهاش إلا ربنا. واستدعوا دكتور كان معروف بأنه بيروح القرى والمدن عشان يدور على الحالات اللي كان فيها تعثر وصعوبة عشان يساعدهم يعني، وكان بينقذ النساء الحوامل. وفعلا جه الدكتور وأنقذ الطفل ووالدته وقلل الخطر اللي هما كانوا فيه، والطفل اتسمى على اسم الدكتور كنوع من الشكر. لحد ما كبر الطفل ده وأصبح الكاتب العالمي نجيب محفوظ. تعالى ناخد نبذة بسيطة عن الدكتور نجيب محفوظ، اللي اتولد سنة 1882 في المنصورة في مصر، ودخل المدرسة الطبية بمستشفى القصر العيني سنة 1898، وتخصص في التخدير، وتخرج سنة 1902. لكنه ملحقش يتخرج عشان يتكلف بدوره ويشارك في مكافحة وباء الكوليرا واللي انتشر في الفترة دي وقضى على ناس كتير. لكن الدكتور نجيب ما كانش مقتنع بدوره، لأنه كان عارف إن الحالات الأكثر خطورة موجودة في الأرياف والقرى البعيدة، وقدم طلب نقل لهناك، والطلب اتوافق عليه واتنقل لأكتر منطقة فيها تسجيل للحالات. والدكتور نجيب أثبت خبرته وقعد يتبع المصدر الرئيسي للوباء، ولقى إن المصدر هو بير ملوث كان موجود في بيت من بيوت الفلاحين. وبعد ما الوباء بدأ يقل اتعين كطبيب للتخدير في مستشفى القصر العيني. وفي مرة من المرات استدعى الدكتور نجيب محفوظ لعملية ولادة، وخلال العملية شاف الدكتور نجيب حالة الست واللي كانت صعبة بسبب انه ما كانش فيه وسائل عناية متطورة، وكمان مع قلة الخبرة في المجال. والدكتور اللي كان مكلف بالولادة طلب المساعدة، وحصل اللي ما كانش حد يتوقعه لما تعلق راس المولود جوه رحم الأم، وجسمه فضل متعلق من بره. وبالرغم من انهم حاولوا كتير يخرجوه لكن ما قدروش، وعدى وقت طويل على كده وهم على الحال ده، لكن مفيش فايدة. وفي الآخر اتفصلت راس الطفل عن جسمه، وفضلت راسه جوه رحم الأم واللي توفت أثناء الموقف ده. والحادثة دي سابت أثر كبير جوه نفسية الدكتور نجيب، وغيرت تفكيره، وقرر إنه يغير تخصصه من التخدير وتخصص في أمراض النساء والولادة. وبالرغم من إن التخصص ده ما كانش معروف وقتها، إلا إنه نجح وشهر الفكرة. وكمان كان بيعمل عمليات الولادة مجانا بدون أي تكاليف أو مقابل، وده كان للستات اللي كانت بتيجي من قرى بعيدة عن المستشفى، وقدر ينقذ ناس كتير منهم، ومن ضمنهم الأديب نجيب محفوظ زي ما قلنا. وبعدها فتح عيادة خاصة قريبة من مستشفى القصر العيني متخصصة لأمراض النساء والتوليد. وخلال دراسته وشغله في المجال ده، وخصوصا لما كان بيتنقل بين القرى والمدن عشان عمليات الولادة وكده، الدكتور نجيب شاف حالات غريبة للأجنة والأطفال حديث الولادة. وطول الفترة دي قدر يجمع المئات من العينات المختلفة للأجنة البشرية، زي مثلا أطفال توفوا أثناء الولادة، أو أطفال اتولدوا بتشوهات خلقية غريبة ونادرة، وحالات تانية الأجنة غير مكتملة النمو، أو أورام استأصلوها، وحاجات كتير تاني. وكان بياخد العينات دي وبيحتفظ بيها في أوعية زجاجية استوردها مخصوص من فرنسا، وكمان بفلوسه الخاصة. وحط العينات دي في سوائل كيميائية كان هو اللي بيركبها بنفسه. وكان بيستعمل العينات دي في البداية في التدريس لطلبة كلية الطب، ويشرح لهم عليها.
وبعد ما زادت عدد العينات خصص لها مكان معين في الكلية، وفضل عددها يكتر مرة ورا التانية لحد ما وصل عددها لأكتر من 3000 عينة، وقرر يهديها لكلية طب القصر العيني. ومن بعدها تم إنشاء المتحف اللي قدامك ده، هو متحف نجيب محفوظ. لكن السؤال هنا واللي كان محير بالنسبة لي، هما ازاي أقنعوا أهالي الأطفال والأجنة دول إنهم يتبرعوا بيها، وخصوصا إن الناس وقتها ما كانوش يعرفوا فكرة العينات الطبية وأهميتها في الدراسات. وكمان في متحفين تانيين في هولندا وفرنسا نفس الفكرة اللي بتحصل في متحف نجيب محفوظ هو اللي بيحصل هنا وهنا، لكن مش هيجوا حاجة جنب المتحف ده، لأنه بيتميز بكمية العينات اللي فيه، ده غير دقتها وغرابتها ونضرتها، وكمان إنها محافظة على شكلها لحد دلوقتي. بص، أنا عارف إنك دلوقتي بعد ما سمعت عن المتحف ده عايز تزوره، وإنك عايز تخوض تجربة غريبة شوية وتكون مميزة، لكن اللي لازم تعرفه إنه مش مسموح لأي شخص إنه يزور المتحف ده، وإنه دلوقتي مقفول ومش بيدخلوا إلا الدكاترة وطلبة كلية الطب بس، وده كنوع لخصوصية المكان. لو عجبتك حلقة النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتنشرها مع أصحابك، وقولي عايز الحلقة الجاية تكون عن إيه.